قبل ما نبدأ قصتنا الجميلة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي احنا هنعملها مخصوص عشانكم. يلا بينا يا أطفال نسمع قصة جديدة وممتعة ونتعلم منها درس جديد في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في جنينة خضرة وجميلة وفيها ورود وزرع وشجر كتير، وكانت عايشة فيها نحلة اسمها رورو. رورو كل يوم تصحى الصبح بدري وتطير من الوردة دي للوردة دي وتشم رحيق الأزهار وترجع بيه للخلية، وكانت دايما فخورة بشغلها وبتحس إنها أهم حد في الجنينة. وفي نفس الجنينة يا أصدقائي كان في دودة صغيرة اسمها زوزو، وكانت بتزحف بهدوء تاكل ورق الشجر وتقعد تستريح تحت ظل الشجرة، وكانت طيبة جدا وبسيطة. بس كانت الحيوانات بتحس إنها ملهاش لازمة ومش بتعمل حاجة. رورو كانت دايما تبص لزوزو وتضحك لها وتقول لها انتي طول اليوم قاعدة كده بتاكلي ونايمة، يعني بتعملي ايه مفيد؟ شوفي بقى أنا نشيطة ازاي وبشتغل طول اليوم. زوزو يا أصدقائي كانت بتزعل جدا، بس كانت بتقول في سرها ربنا خلقنا مختلفين وممكن أكون مفيدة بس بطريقة تانية. تعالوا نكمل قصتنا الجميلة ونشوف هيحصل ايه. وفي يوم من الأيام الجو اتغير فجأة والسما اسودت والرياح كانت شديدة جدا، وبعدها الدنيا مطرت جدا. كان في مية كتيرة ورورو كانت فوق الشجرة بتجمع رحيق الأزهار، ومن كتر شدة الهوا وقعت على الأرض وجناحها اتعور. رورو حاولت إنها تطير تاني بس معرفتش، وقعدت تبكي وتقول أنا لوحدي ومحدش شايفني، هعمل إيه دلوقتي؟ زوزو يا أصدقائي كانت تحت ورقة كبيرة، ورقة شجرة كبيرة ومستخبية من المطر، وسمعت صوت حد بيبكي. راحت بسرعة ناحية الصوت، لقت رورو إنها متعورة ومرعوبة. قربت منها وقالت لها اهدي يا رورو، أنا هنا معاكي. أنا أسفة يا زوزو، طول الوقت كنت بتريق عليكي وانتي أول واحدة جيتي عشان تساعديني. زوزو ابتسمت لها وقالت لها أنا ما كنتش زعلانة، بس كنت مستنياكي تلاحظي إن كل واحد فينا ليه فايدته بطريقته الخاصة. وزوزو يا أصدقاء استخبت هي ورورو تحت الورقة لحد ما المطر وقف، وبعدها شالتها على ظهرها لحد ما وصلوا للخلية. ومن بعد اليوم ده رورو بقت دايما بتحكي لكل الحيوانات عن اللي زوزو عملته، وبقوا صحاب جدا يا أصدقائي. وكل يوم بعد الشغل رورو كانت تقعد جنب زوزو تحت الورق الكبير وتحكي لها حكايات عن الزهور، وبقوا الاتنين جزء مهم جدا في جمال الجنينة. اكتب لنا في التعليقات رورو كانت بتشتغل في ايه في اليوم بتاعها، وايه اللي حصل لما زوزو سمعت صوت جاي من بعيد. واكتب لنا في التعليقات ايه احسن قصة سمعتها في القناة وتعلمت منها ايه. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة اوعى تكون نسيت تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها عشانك. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة تعالوا معايا نسمع قصص أكتر في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا.